السلام عليكم ورحمة الله. رسالة نارية من حسام ميدو لسيف فاروق جعفر بعد توقيعه لبيراميدز، ومرتضى منصور يكشف أسرار وفضايح لسيف جعفر. إليكم التفاصيل كاملة بهذا الفيديو، بس خلينا قبل ما نبدأ في المشاهدة ياريت ما تنساش إنك تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا بنا. قال حسام ميدو: سيف جعفر اتفق مع مسؤول الزمالك على كل شيء فيما يخص تجديد عقده مع الزمالك، ونادي الزمالك قدم ليه عقد مميز جدا يليق بإمكانياته. وقال حسام ميدو: سيف بعد ما خلاص كان هيوقع على العقود الخاصة بتجديد عقده مع الزمالك، قال فجأة للمستشار مرتضى منصور: معلش أنا كنت واعد أمي إني أمضي العقد معاها، وقتها قلت لهم في حاجة مش مظبوطة. وقال ميدو: لو فعلا سيف راح بيراميدز بالتوفيق، انت الخسران. أنا كنت عايز سيف يكون صريح بس مع الزمالك، وأنا مش زعلان من سيف، أنا زعلان عليه. وقال حسام ميدو: أوجه تحية خاصة لفاروق جعفر نجم الزمالك السابق، وياريت الناس تعذر فاروق جعفر، هو في موقف صعب، خلوا عندكم رحمة، ابنه بيكبر وهو مش حواليه، وكل الناس عارفة ان في مشاكل بينه وبين سيف جعفر. وبوجه تحية خاصة لفاروق جعفر على تصريحاته الإيجابية تجاه نادي الزمالك رغم صعوبة موقفه. وقال ميدو: بالنسبة للناس اللي بتتريق، بدل ما الناس تبقى عندها رحمة وتقول ربنا يكون في عونه، تلاقي الناس داخلة تتريق، ولو شفتوا تعليقات الناس تحزنوا على حالنا. تعال ننتقل بقى لمرتضى منصور ونشوف حواراته. مرتضى منصور خلال الساعات الماضية أعلن عن أزمة سيف جعفر وسرقة عقود التوقيع، بيقول كان ماد العقود على مدة 4 سنوات مقبلة، وفي حضور وكيله حازم فتوح. ايه رأيكم في الكلام ده يا جماعة؟ وقال مرتضى منصور: أنا وقفت مع والدة سيف جعفر كثيرا، وأنا لست متعجبا، أي رجل وزوجته يتشاجران، ولكنك أخذت سيف وأخته ليشهدان ضد أبيهم في النيابة والمحكمة، وبناء على هذه الشهادة أخذ 3 سنوات سجن. انت دمرت شخصية أولاده. وقال مرتضى منصور: أنا سألت فاروق مرة، آخر مرة جلست مع سيف كانت إمتى؟ قال يمكن من 10 سنوات. أنت تجرأتي وجعلتي أبناؤك يشهدون ضد والدهم، هل تخيلتي نفسية الأولاد أو نفسية الأب؟ حرام عليكي، أنت اللي عملت في سيف كده. وقال مرتضى منصور: يا جماهير الزمالك، هذه قصة سيف جعفر، من سيبكي عليه فإنه لا يحب الزمالك، كل ما طلبه سيف جعفر نفذته له، لكن والدته جعلته يطلب 12 مليون جنيه، فحرام قوي وكده كتير. هو شوبير سلطك عليا يكتب حتى يأخذ اللاعب، ونيمار وحسام يلعبان بجانبه ويحصلان على 1,000,000 جنيه، حرام يا جماعة كل ده. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو، وإن أتممت المشاهدة ففضلا وليس أمرا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.